تمويهه غير منضبطه، يلحقها كهربا، ياخدها كهربا مره ثانيه، عايز يسحبها كهربا ما يقدرش يسحبها، ترجع له مره ثانيه من الوضع راقدا، يحطها لحسين، ارضيه القفشه، عرضيه خطيره خطيره والهدف. يا نهار ابيض، يا نهار، تسلل 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 تسلل. هو طبعا اكيد هيراجعوا الفار، اعتقد انها تسلل. هنشوفها مره ثانيه، هنشوفها مره ثانيه. واحد بيقول لا، وطبعا ابو ناصر زعلان زعلان، اهلاوي اهلاوي مفيش فايده، مع ان النهارده بقى يعني ملعبك لازم تبقى محايد، لكن الاهلي بقى في دمه. نشوف دي مره ثانيه، نشوفها مره ثانيه، نشوفها مره ثانيه. لا فيها كلام، لا فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام. هنشوف الفار. ما اقدرش اقطع بقى للساده المشاهدين، هم متعودين ان انا بقطع لهم، لكن الزاويه دي احمد فتوح كانت رجله سنه لورا. هل السنه دي خداع كاميرا ولا خداع شلبي؟ هنشوف. يعني هو مين بقى ده؟ لازم فار، مش عارف الفار قرر ايه الحقيقه. تشيكينج. بس الانذار ده ما شفناش مين الانذار ده. امام عاشور عشان خلع الفانيلا. عشان خلع الفانيلا، مع انها عهده يا امام. انا شاكك فيها يا استاذ حسن. هنشوف، ما هو لسه بيعمل تشيك. لسه تشيكينج فار شغال، لانه رجل احمد فتوح بس الزوايا خادعه. بقولها هو عشان ما حدش يفهمني غلط، هو حطها حلوه قوي امام. طبعا قوي طبعا قوي قوي طبعا يعني قوي، لكن الزاويه خليها علينا المره دي معلش. هو اصل لو هدف يبقى هدف قاتل الحقيقه. هيبقى هدف قاتل طبعا في هذا التوقيت يعني. طبعا. هنشوف. شوف ازاي اخذت وقت، لان بقول لحضرتك هي صعبه جدا. في وش رجل انا لمحتها احمد فتوح، ربما تبقى سنه. الزملكاويه دلوقتي اللي بيسمعوني يقول لك ايه يا عم ما تسكت انت، ما انا مالي، انا بشرح بس تشرح اللي بيحصل، انا مالي ده ولا ده اللي يجيب. هنشوف. امام نفسه هو والاهلاويه كلهم طبعا، والزملكاويه طبعا العكس، نفسهم تبقى تسلل، ده اكيد. ترانكو بيقول لهم في فار بيراجع. كل الكلام ده لا يجدي. نفس اللعيبه تتعلم ان كل الكلام مع الحكم ده لا يجدي. وعلى فكره في الفار بقى لا يستدعوا الحكم فيما يتعلق بالتسلل، لان في خطوط. طبعا هو يستدعيه في هاند بول، في فاول. ايوه تمام. في تسلل مفيش رجوع للشاشه. هو هيبلغه تسلل ولا مش تسلل بالظبط كده. يعني القرار دلوقتي في غرفه الفار، بس هم طولوا عشان هي خادعه جدا. خادعه بالنسبه لنا. هم دلوقتي زمانهم بيحطوا الخطوط. على فكره ارثر فينجر اللي ماسك الشغلانه دي في الاتحاد الدولي، من الموسم الجاي مفيش حاجه اسمها جسمك. بالظبط الاقدام بس. بيسموه تسلل ارسن فينجر. ايوه بالظبط كده، بالظبط كده. ما زالت غرفه الفار تراجع، بتحط الخطوط كلها، والخطوط هتتحط قدام حضراتكم حالا دلوقتي وهتشوفوها. وما زلت اشك في هذه الكوره. احتمال رجل احمد فتوح مش رجله يكون مغطي، واحتمال لا. بالنسبه لي هي زوايا صعب ان انا اقطع بيها تماما، لانها ايوه. شكرا. ماشي يا ابو ناصر، ماشي يا ابو ناصر، كده اتكشفت قدام الدنيا كلها يا ابو ناصر. ماشي. خبر على الدراما. انا قلت لحضرتك ايه؟ وش رجل احمد فتوح. عايز اقول لك حاجه بقى. تشهد لي تمريره طبعا. طيب برافو عليك بجد. برافو عليك. تمريره قفشه. طبعا تمريره قفشه، طبعا 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 تمريره قفشه. اذا امام عاشور في الدقيقه 85 يفك الاشتباك. هنتفرج على 5 دقائق من نار، بالاضافه الى الوقت الاصلي الاضافي. امام عاشور امام عاشور عملها، امام عاشور عملها. اسم الله عليه، اسم الله عليه. شوفوا راسه ورجليه. شوف لعيب الوسط، شوف لعيب الوسط اللي بيعمل الاختراق. ايوه. ويخدع كل اشكال الدفاع. بص بقى اهي. ايوه برافو عليك، برافو عليك. شايف وش رجله انا قاعد جنب فار بقى. لا برافو عليك.
ممكن تبقى وش رجل واحد منهم، يا دونجا بس يا احمد، بس المهم وش الرجل. برافو عليك لانك انت قلتها من اول لحظه. صحيح. على وسط الملعب طويله وعاليه، سيف الجزيري عايز يسند بصدره الناصر اللي جاي من ورا لكن غير منضبطه. يرجع مره ثانيه يزقها المثلوثي، هجمه مرتده خطير امام خطير، عرضيه خطيره وهوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ليله ايوه يا سيدي، يا ليله اهلاويه على ارض سعوديه، يا ليله اهلاويه على ارض سعوديه. حلوه قفشه يحوم كالفراشه ويلدغ قفشه القفيش بكره في كل الصحافه يا قفشه. حلوه 2-0 في دقيقتين، ضربتين في الراس توجع، هدفين في دقيقتين. مبروك يا اهلي، واوعى تنسى واوعى تزعل يا زمالك. هذه مباراة في كرة القدم فيها كل الاحتمالات، لعب الزمالك واجاد ولكن الاهلي هو الذي هدف، وفي النهاية كرة القدم لا تعترف الا بالاهداف. الكرة اتقطعت من وسط الملعب، راحت للمجيد امام عاشور، انطلق وحطها له مروان، وامام بمنتهى الذكاء شاف 2 على يمينه، حطها لقفشه ببطن رجله. ايه الجمال ده منشنها، ده حاططها ببطن رجله في المكان والزمان. بيقول للعواد لا مؤاخذه يا عواد، تعالى الناحيه دي يا اكسلانس. حلوه ببطن رجله ما بين اقدام احمد فتوح، ما بين قربك وخوفي عليك، من فضلك يا فتوح اقفل رجليك. اتحطت حلوه